نصيحة يا شباب، ترى شوفوا الحياة صعبة خير الله، والله شو ما بدك تكون. لكم شغلة، أنا مرقت فترة كان عندي 3 عيادات، 3 وداوم فيهن، واحدة منهم بمركز البلد، واحدة منهم برأس الجبل، واحدة منهم بريف من الأرياف. والله بس الحياة صعبة جدا جدا. كان مواعيد المرضى إذا بدك تاخذ عندي موعد بعد 3 أسابيع، بس صعب جدا. شلون بدي أتزوج؟ شلون بدي أجمع مال للزواج؟ شلون بدي أشتري بيت؟ وهي مو عيادة 3، والمواعيد بعد 3 أسابيع. الحياة صعبة فوق ما تتخيلون، بس عندي طريقة، أن يذلل الله تعالى لك كل صعوبات الحياة. بر الوالدين. اسمعوا مني، ديروا بالكم على آبائكم وأمهاتكم. أقسم بالله، أقسم بالله لو قلت لهذا الجدار أن يتحرك لتحرك. بر الوالدين يحرك الصخر بين يديك. هذا مو كلام، هذا قصص، وبعض أصحابها موجودون. ما هيك يا أستاذ؟ والله لو بعضها هلا لو الوقت هيك نتناول الميكروفون بيناتنا نحكي لكم أصحاب هذه القصص. أنتم يا شباب ما تخافوا، ما تخافوا والله لا يصير عندك بيت، ولا يصير عندك عروس، ولا يصير عندك سيارة، والله عشا عرسك ليوصل على بيتك، بس بشرط بر والديك. بر تلك الأم المسكينة التي جالسة في البيت وهي تبكي من أجلك ليل نهار. أمك تبلل صفحات المصحف من أجلك بدموعها. أبوك يقوم في الليل يدعو من أجلك. بعد هذا أنت من يومين ضارب هالباب وطالع من الباب من البيت، حتخلع الملبن تبع الباب. مو عيب؟ مو عيب؟ بعدين بدك تقول أنا بدي أحضر مولد. أنا مولد بدك تحضر؟ إذا أردت أن تحضر المولد روح بر أمك وبر أباك. أما أن تغضبهما، أما أن تزعجهما، والله ترى الحياة صعبة جدا. أنا أنصحكم أن تبروا آباءكم، أن تبروا أمهاتكم. والله الله يجعل لك العسير يسيرا والتراب تبرا والمرض صحة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب، يحترم، يعلم، يلاطف، يبر والديه ويصل رحمه. يلي حفظهم ال5 يرفع ايده.